فيلمنا بيبدأ بمشهد مع محامي اسمه مانيل ومراته خوليا في إسبانيا، قاعدين في بيت أخته بيلين، ومانيل بيلعب مع ابن أخته. وفي اللحظة دي الكاميرا بتقف على وش خوليا اللي ملامحها باينة إنها متضايقة جداً لأن نفسها من زمان تبقى أم وتخلف، لكن مانيل رافض الفكرة. بعد شوية مانيل يودع أخته ويمشي مع مراته بالعربية. طول الطريق خوليا بتكون ساكتة ومتضايقة ومش بتكلمه، وهو بيبصلها ويسألها ليه زعلانة، بس هي مش بترد عليه لأنه عارف السبب الحقيقي لزعلها. وفجأة بتظهر شاحنة كبيرة وتخبط عربيتهم بقوة رهيبة. المشهد كله بيتقلب لكارثة، ومع الأسف الشديد خوليا بتموت في الحادث. بعد مرور سنة كاملة مانيل بقى عايش لوحده، غرقان في اكتئاب عميق بعد وفاة مراته، مش قادر يتخطى اللي حصل، والشعور بالذنب مأثر فيه جدا لأنه زعلها قبل ما تموت، وكمان كان رافض يحقق لها آخر أمنية كانت نفسها فيها. في اليوم ده مانيل وهو في البيت بيسمع في الأخبار إن في فيروس جديد بدأ ينتشر بسرعة رهيبة في العالم كله، وإن الفيروس ده أخطر من كورونا بمراحل. المذيع بيأكد إن معظم دول أوروبا اتضربت بالفيروس، وإن أسبانيا في الطريق، والحكومة طالبة من الناس ياخدوا حذرهم لأن لسه مفيش علاج ولا لقاح. لكن مانيل ما يهتمش كأنه مش سامع حاجة. بعدها بيروح يقابل ناس المفروض يشتروا منه القارب بتاعه، وبنعرف إنه عاوز يتخلص منه بأي شكل لأنه مجرد ما بيشوف القارب بيتذكر مراته. وأول ما يدخل جوه القارب بيقف يتأمل كل حاجة جواه ويفتكر الذكريات اللي عاشها معاها. وفي الليل بيرجع مانيل بيته ويتصل بأخته علشان يطمن عليها، بيقول لها إنه ما قدرش يبيع القارب وبيطلب منها تدور على مشترين تانيين، وهي بتوعده إنها هتظبط الموضوع، وبتبلغه إن الأخبار الجديدة عن الفيروس مرعبة وإنه اتطور وبقى أشد خطورة. كمان بتقوله إن القاعدة العسكرية اللي جوزها بيخدم فيها قرروا ينقلوهم كلهم على جزر الكناري لأنها المكان الوحيد اللي الفيروس ما وصلوش. أخته تطلب منه يسافر معاهم وتقوله إنها مش هتكون مطمنة وهو قاعد لوحده في أسبانيا. في الأول مانيل يرفض، لكن هي تفضل تضغط عليه لحد ما يوافق في الآخر، وتقوله إنها بالفعل حجزت له مكان في الطيارة اللي بعدها لأن طيارتهم كانت مليانة وما فيهاش ولا كرسي فاضي. تاني يوم الصبح مانيل يقوم يجهز نفسه علشان يروح المطار، يفتح باب بيته وينزل، بس يتفاجأ إن المدينة كلها بقت في حالة فوضى مرعبة. مانيل يبدأ يحس بالقلق وكأن في حاجة غريبة بتحصل حواليه، لكنه بيحاول ما يحطش الموضوع في دماغه علشان ما يزودش توتره على الفاضي، ويتحرك على المطار. وأول ما يوصل هناك يتفاجئ بخبر صادم. الحكومة بتعلن حالة طوارئ وتطلب من الناس يقعدوا في بيوتهم وما يخرجوش للشوارع خالص. القرار ده يعمل حالة ذعر بين الناس والفوضى تسيطر على المطار. الركاب يبدأوا يتخانقوا مع الموظفين بشكل هستيري. في اللحظة دي تتصل أخت مانيل وتطلب منه يرجع على البيت فوراً، وتطمنه إنها هتحاول تجيبه عندها في أقرب فرصة ممكنة. مانيل بيتحرك بسرعة وبيركب عربيته علشان يرجع، لكن الطريق بيكون واقف تماماً، والعربيات واقفة صف ورا صف ومفيش عجلة بتتحرك. السبب إن كل الناس بتحاول تهرب من المدينة في نفس اللحظة. مانيل يقرر يسيب عربيته ويمشي على رجليه لبيته، وبالليل يوصل أخيراً للبيت، لكنه يتفاجئ إن الشرطة والإسعاف محاصرين بيت واحد من جيرانه، وبيعرف إن جاره اتصاب بالفيروس والحكومة جاية تاخده للحجر الصحي. لكن الغريب إن جاره ما بقاش عادي، بيتصرف بعنف رهيب زي الحيوانات وبيحاول يهجم على رجال الشرطة. بعد معركة صعبة الشرطة تسيطر عليه وتاخده، والصدمة إن مانيل بيكتشف إن الفيروس الجديد مش مجرد مرض، ده بيحول الناس لزومبي. لحظة صادمة تخليه يستوعب أخيراً حجم الخطر اللي وقع فيه. تاني يوم بيقعد يتفرج على الأخبار وبيلاقي إن مئات الناس اتصابوا بالفيروس وتحولوا لزومبي، والحكومة مش قادرة تسيطر على الوضع. هنا مانيل يقرر يعزل نفسه ويعمل حجر صحي جوه البيت، فينزل للسوبر ماركت يشتري طلبات تكفيه. يوصل هناك ويتصدم من المنظر، الناس في حالة هلع، بيكسروا وبيسرقوا المنتجات من الرفوف بجنون. مانيل يقرر يخرج بسرعة، لكن وهو طالع يشوف مشهد مرعب. ضابط بيجري ووراه واحد مصاب بيلحقه ويمسكه ويبدأ يعضه. يحاول يستخبى جوه السوبر ماركت، لكن الزومبي يشوفه ويهجم عليه. في آخر لحظة الضابط يقلع سلاحه ويخلص على الزومبي، وبيصرخ على مانيل وبيقول له اهرب بسرعة. مانيل بيهرب ويرجع بيته بالليل، يقفل الأبواب والشبابيك كويس جدا. فجأة توصل له رسالة من أخته على الموبايل وبتقول له إن الجيش هيخلي المدينة كلها وهيجمع السكان علشان ينقلهم لمنطقة تانية، بس مانيل
منيل بيتردد وبيشك في المكان الجديد آمن فعلاً ولا مجرد مصيدة. في النهاية بيقرر يبقى مستخبي في بيته. بعد ساعات يوصل الجيش للمدينة ويبدأوا يخرجوا الناس من بيوتهم واحدة واحدة، لكن منيل يفضل مستخبي في بيته مستني لحد ما الجيش يمشي. وبتمر الأيام، وبعد أسبوعين كاملين المدينة بقت فاضية تماماً، شوارعها ساكنة ومهجورة كأنها مدينة أشباح. المشكلة الأكبر إن كل وسائل الاتصال اتقطعت، ومنيل ما بقاش قادر يتواصل مع أخته ولا يعرف عنها أي خبر. في لحظة يأس بيقرر منيل ينزل للشارع علشان يدور على أكل. بيلبس بدلة الغطس بتاعته كحماية من عضات الزومبي ويبدأ رحلته. بيدخل بيوت كتير وبيلاقيها فاضية من أي أكل، لحد ما بيوصل لبيت ست عجوز اسمها جابرييل. بيلاقيها قاعدة لوحدها وبيتها برضو خالي. يسألها: انتي ليه ما سافرتيش مع أهلك؟ جابرييل ترد بحزن وبتقوله: ابني سابني هنا، أنا مشلولة وكان صعب ياخدني معاه. قلب منيل يتأثر ويشفق عليها جداً، وبيطمنها إنه هيبقى جنبها ومش هيسيبها لوحدها. جابرييل تدله على شوية بيوت حوالين المنطقة اللي ممكن يلاقي فيهم أكل، ومنيل يلف فعلاً ويجمع المؤن اللي يقدر عليها ويرجع لها. يقعدوا ياكلوا سوا في لحظة دافية وسط الخراب. وفي الليل وهو قاعد يشرب لوحده الراديو يشتغل، وبيسمع صوت بينادي كل الناجين وبيقولوا: اتجهوا لجزر الكناري، لسه آمنة والفيروس ما وصلش لها. وهنا الأمل يولد من جديد. ومنيل بيتكلم مع جابرييل باللاسلكي ويقول لها: جهزي نفسك، هنروح سوا لجزر الكناري. لكن تاني يوم وهو رايح لها بكل عزيمة يلاقي المفاجأة الصادمة دي. اكتشف إنها أنهت حياتها بنفسها علشان ما تبقاش عبء عليه في الرحلة. قلب منيل بينكسر وبيخرج من البيت. فجأة فتاة زومبي تهجم عليه، لكنه بيقدر يتغلب عليها ويموتها. وبيرجع منيل بيته ويقعد يشرب ويفكر هيعمل إيه. وبعد تفكير طويل بيقرر يهرب عن طريق البحر. بياخد قطته والموتوسيكل بتاعه ويتحرك ناحية الميناء. الطريق بيكون خطير، مليان زومبي بأعداد ضخمة، وبيزود سرعة الموتوسيكل للآخر وبيهرب منهم بصعوبة كبيرة. وفي الآخر بينجو. بيوصل للميناء وقفل البوابة ورا ظهره كويس، وبيدخل المركب بتاعه ويحاول يشغله، لكن الصدمة بيلاقيه معطل. بيضطر يركب قارب نجاة صغير ويتحرك بيه في البحر. وبالليل القارب ده كمان بيتعطل وهو في نص البحر. منيل يقف محتار ومش عارف يتصرف. وهنا الحظ يبتسم له، بيشوف سفينة كبيرة جاية من بعيد. يفضل يشاور بكل قوته لحد ما يلاحظوه، والسفينة تقف له وبياخدوه معاهم على متنها. وبعدين أصحاب السفينة قعدوا معاه وبدأوا يتعرفوا عليه. عرفوه إنهم من روسيا، وكان في واحد فيهم اسمه فيكتور بيعرف يتكلم إسباني، فبقى يترجم لأصحابه كلام منيل. ومع الوقت منيل لاحظ إن قبطان السفينة واللي حواليه بيتعاملوا معاه بطريقة غريبة، لكن ما اهتمش بالموضوع لأنه محتاج وجودهم ومضطر يتحمل. وبالليل وهو نايم بيصحى فجأة على صوت دوشة، ويبص من الشباك ويلاقي مجموعة ناجين وصلوا للسفينة على قارب نجاة. وتاني يوم يقعد منيل مع الطاقم، وفجأة يطلبوا منه يوريهم أماكن مصانع الأسمنت اللي في المدينة. منيل بيتصدم من السؤال ومش فاهم هم عاوزين الأسمنت في إيه، لكنه في الآخر يضطر يقول لهم. بعدها يبدأ يستغرب إن الناس اللي شافهم امبارح على القارب مش موجودين، ويسأل فيكتور وبيقول له: الناس اللي وصلوا امبارح راحوا فين؟ فيكتور يتوتر ويقول له: مفيش حد وصل امبارح. لكن منيل كان متأكد إنه بيكذب وبيصر يسأله تاني. فيكتور بيرد بسرعة وبيحذره وبيقول: ما تفتحش الموضوع ده تاني لو عاوز تعيش. هنا منيل يتأكد إن في مصيبة بتحصل على السفينة وبيقرر يهرب. وبالليل يبدأ يجهز نفسه، لكن وهو بيتحرك بيكتشف تحت في عنبر السفينة مجموعة أسرى مربوطين. الصدمة الكبيرة إنهم نفس الناس اللي وصلوا امبارح. منيل بيفكهم، لكن في اللحظة دي يوصل واحد من طاقم السفينة وبيقتل واحد من الأسرى قدام عينيه، ويجهز نفسه علشان يخلص على منيل كمان. فجأة بيدخل فيكتور ويضرب نار على الرجل لحد ما يموته. في اللحظة دي فيكتور قرر يهرب مع منيل. الاتنين يركبوا قارب نجاة وبيهربوا، لكن الطاقم يكتشفهم ويبدأ يضرب نار عليهم.
بينهم. رصاص الطاقم بيصيب فيكتور في كتفه، لكن منيل يزود سرعته على الآخر لحد ما يبعد عن مرمى النيران. بعد وقت طويل يوصلوا أخيراً للشاطئ. هناك منيل بيلاقي عربية وبياخد فيكتور ويتحركوا ناحية أقرب مستشفى علشان يعالج إصابته. وهو سايق بيفتكر إن المستشفى دي فيها هليكوبتر، وخطته إنه ياخدها ويسافر بيها على جزر الكناري. وفي الطريق فيكتور يعترف لمنيل بالحقيقة الصادمة، وبيقول له إن قبطان السفينة كان بيجمع أكبر عدد من الأسرى علشان يبني ملجأ ضخم يحميه من الزومبي، واللي يعترض على أوامره بيتقتل في الحال. والأسمنت اللي كانوا بيدوروا عليه كانوا محتاجينه علشان يبنوا الملجأ. الكلام ينزل على منيل كالصاعقة ويستوعب قد إيه العالم بقى مليان رعب. بعد شوية بيوصل منيل ومعاه فيكتور قدام المستشفى، لكن المفاجأة كانت صادمة. عدد كبير من الزومبي محاصرين المكان. منيل بينزل من العربية بسرعة وبيقتلهم بكل قوته، وبعد ما يفتح لنفسه طريق يشيل فيكتور ويدخل جوه المستشفى. بيسيبه في أوضة آمنة مؤقتاً ويجري يدور على الأدوات اللي يقدر بيها يشيل الرصاصة من كتفه. وأثناء بحثه بيسمع أصوات ناس جوه المستشفى. يفضل ماشي ورا مصدر الصوت وينادي بصوت عالي: أنا محتاج مساعدتكم، معايا مصاب. فجأة تخرج له دكتورة وممرضة ومعاهم 3 أطفال. الدكتورة تاخد فيكتور على أوضة العمليات علشان تحاول تشيل الرصاصة. اليوم اللي بعده منيل بيعرف مكان الهليكوبتر، لكن يلاقيها محاصرة بزومبي من كل ناحية. بيقف محتار ومش عارف إزاي يوصل لها. في اللحظة دي موبايله يلقط شبكة، يفتحه وبيتفاجئ برسائل كتيرة جدا من أخته كانت بتبعت له من وقت بداية الكارثة. بيقراها وبعدين يبعت لها رسالة يطمنها ويقول لها أنا جاي لك قريب. لكن فجأة يسمع صوت ضرب نار جاي من بعيد. يبص ويلاقي القبطان وعصابته وصلوا المستشفى، والرعب بيسيطر عليه. فبيجري بسرعة ياخد اللي معاه علشان يهربوا ناحية الهليكوبتر. وهم في الطريق بيظهر زومبي وبيهجم على الدكتورة ويعضها. الدكتورة تستوعب إنها خلاص هتتحول بعد لحظات، تطلب منهم يسيبوها ويكملوا، وبتوصيهم وبتقول اهتموا بالأطفال دول. الكل يودعها بدموع ويكملوا طريقهم. يوصلوا لبوابة الخروج، لكن الكارثة إن المكان كله محاصر زومبي. أي حركة بسيطة هتخليهم يهجموا. منيل يفضل يراقب تحركاتهم بدقة، وبإشارات بسيطة يشاور للجماعة اللي معاه يتحركوا بالراحة. يبدأوا يزحفوا ناحية البوابة، لكن الزومبي يلتقط صوتهم فجأة ويهجموا. منيل بسرعة ياخد طفلة صغيرة ويستخبى معاها في أوضة. في اللحظة دي العصابة تدخل وتبدأ تقتل في الزومبي بشكل عشوائي من غير ما ياخدوا بالهم إن منيل والناجيين موجودين. يستنى لحد ما العصابة تمشي وبعدها يخرج من الأوضة ومعاه الطفلة. بيلحق بباقي الجماعة، ولما يبصوا من الشباك يلاقوا الهليكوبتر واقفة قدامهم. هنا تيجي المنيل فكرة جريئة، يجيب كل الاستندات الحديد اللي في المستشفى ويغطي نفسه والناجين بيها علشان يتخفوا وسط الزومبي، ويبدأوا يتحركوا ببطء شديد وسط الحشد، والخطر بيحيط بيهم من كل ناحية. وطبعا الزومبي ما بيقدروش يقربوا منهم طول ما هم متغطيين بالحديد، ويفضلوا ماشيين لحد ما يوصلوا للهليكوبتر. ساعتها بيركبوا كلهم بسرعة ويحاولوا يشغلوها، لكن فجأة الزومبي بيهجموا عليهم من جديد. منيل بينزل من الطيارة ويبدأ يقاتل الزومبي بكل قوته لحد ما فيكتور يقدر يشغل الهليكوبتر. لكن من سوء حظهم العصابة بتوصل في اللحظة دي وبيحاصروا منيل واللي معاه علشان يسرقوا منهم الطيارة. هنا منيل بتجيله فكرة بسرعة وبيفتح البوابة الحديدية ويسيب الزومبي يندفعوا على العصابة. وفي نفس التوقيت فيكتور يطير بالهليكوبتر ويرمي المنيل حبل. منيل بسرعة يمسك الحبل ويتسلق لحد ما يدخل جوه الطيارة وهو فرحان جدا باللي عمله. بعد ساعات قليلة يرن موبايله وبتكون أخته على الخط وبتطلب منه يرجع فورا، وبتبلغه إن الزومبي هجموا على جزر الكناري والوضع هناك بقى خطير جدا. منيل بينصدم من اللي بيسمعه وبيكون مش عارف يروح فين. ولحد هنا نقدر نقول إن فيلمنا وصل لنهايته. ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. سلام.